لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا في باب تحريم الغيبة. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع. تأمل ماذا قال في هذه الخطبة وفي هذا المكان العظيم وفي هذا الوقت العظيم. تصور، يعني يوم النحر يعني يوم 10 من شهر الله، من شهر ذي الحجة، وهو شهر محرم، ومنى وهي أيضا من الحرم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، شوف ذكر ثلاث أمور مقترنة، بدأ بالدماء وثنى بالأموال وثلث بالأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني 10 إن شاء الله من شهر ذي الحجة، في شهركم هذا، أي شهر ذي الحجة وهو من أشهر الحرم، في بلدكم هذا وهو البلد الحرام، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هل عرفتم قدر حرمة المسلم؟ كم من الناس اليوم مثلا نعم يتورع عن دماء الناس، ما يفكر في يوم من الأيام أنه يقتل أحد أبدا، ويتورع عن أموال الناس، يعني لا يفكر في يوم من الأيام أن يسطو على مال أو يغتصب مال أو يسرق مال أبدا. لكن بقيت الثالثة، بقيت ماذا؟ الثالثة، وهي التي يكثر من الناس الوقوع فيها، وهي ماذا؟ التعدي على الأعراض. التعدي ماذا؟ على الأعراض. فإذا كان حرمة سفك الدماء محرمة وكذلك المال محرم، فكذلك الأعراض محرمة. فلينتبه الإنسان أن يلزم لسانه أن يلوك بعرض فلان وعرض فلان وغيبة فلان وغيبة فلان، لأن بعض الناس عندهم مفهوم الأعراض يظن فقط الشرف، يعني يظن ماذا العرض؟ فقط الشرف. لا، العرض كل شيء تذكره في غيبته وهو ليس منه فقد وقعت في عرضه، وأنت بين نارين، نار الكذب ونار الغيبة. نار الكذب والبهتان قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ماذا؟ فقد بهته. وتأمل الحديث الذي يليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية. الآن ذكرت ماذا؟ أم المؤمنين صفية، كذا وكذا. قال بعض الرواة يعني كلامها أو إشارتها، إما الكلام أو ماذا؟ الإشارة، تعني قصيرة، وهي فعلا قد تكون ما كذبت، هي ماذا؟ قصيرة. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر. يعني ما قالت عنها ما قال، إلا أنها ماذا قالت عنها؟ أشارت أو تكلمت بأنها قصيرة. قالت وحكيت له إنسانا
فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. فيا إخواني والله الأمر خطير، لا تتهاونوا في الغيبة، الأمر خطير، الأمر حساب وعذاب واقتصاص في المحكمة الإلهية، القضية حسنات وسيئات، لا ظلم اليوم. والإنسان كم يخسر من الحسنات بسبب لسانه. فانتبه، انتبه. قد يكون الغيبة بالإشارة، يعني تشير هكذا، تشير تعني قصير، أو أنك تشير تعني متين، أو أنك تشير بعينك، أو تشير بحركة وجهك، أو غير ذلك. انتبه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما عرج بي، يعني في المعراج، ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا اللي يأكل لحم الناس ليل ونهار، الطالع والنازل، بالتليفون يغتاب، في المجالس يغتاب، في المساجد يغتاب، في البيت يغتاب، في الطريق يغتاب، في كل مكان يغتاب. يأكلون، شوف جاء على صيغة ماذا؟ الفعل المضارع، يعني هذا دأبهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا رب سلم سلم. الأمر والله مخيف جدا، مخيف، لكن الناس يتهاونون، يظنون الأمر هين مع أنه كبيرة. الغيبة والله ليست بصغيرة، بل هي كبيرة، كبيرة من الكبائر. كل هذا العذاب والوعيد الذي ذكر في الغيبة ونقول عنها صغيرة، كبيرة يا أخوان، كبيرة، احذروها. بل قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وهنا ذكرنا أن من عقوبة الغيبة أن المتكلم والسامع لها إذا لم ينكر أو يقوم فهو شريك في الجريمة. هذه مصيبة الغيبة. يعني يوم واحد يغتاب، واحد سامع، واحد مغتاب، 20 سمعوا الغيبة، هذول 20 اللي سمعوها وضحكوا معاه وأيدوه، هؤلاء كلهم مشتركون في الوزر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتبه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا دأب المؤمنين، والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا نص قرآني واضح. طيب لو أنك وفقك الله ودافعت عن عرض أخيك، هو هذا فلان اغتاب وأنت قمت، لا يا أخي لا تتكلم على عرض أخينا، عرض أخينا مصان، اتق الله. رددت عن عرض أخيك، تأمل الفضل الذي يعطيك الله عز وجل لمن دافع عن عرض أخيه. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد
عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أعيد الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبحان الله، كم لك من الفضل العظيم، بخلاف ماذا؟ بخلاف الذي يشارك القوم في الغيبة. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فهنا ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث تدل به على شرط الإخلاص، وأن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني انشغل بالدنيا عن الجهاد. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت. شوف، دافع ماذا؟ أنا قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. شو ما رضى ورد عليه: ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه ماذا؟ يعني رضي وأقر. الحديث متفق عليه. فانتبهوا يا رعاكم الله. نقف إن شاء الله على ما يباح من الغيبة. هناك أمور تباح من الغيبة سيأتي ذكرها إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع منها. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.